من وسط البرد القارس والسماء الملبدة بالغيوم جيت لكم النهاردة بحلقة جديدة من برنامج بدون مونتاج او من غير مونتاج حاجة كده. حلقتنا النهاردة بتتكلم عن البروف المدير الفني لنادي الزمالك الحالي. فيريرا مدرب هباد ومش على المستوى. الجملة دي سمعتها من شخص قالها بكل ثقة كده في وشي وعادي ولا عمرك شفت جمهور بيشجع بظهره؟ الشخص ده انت لازم تتأكدوا منه ان اي حد يقول لكم على مدرب ما بيفهمش او مدرب تعبان او ما عندوش فكرة في الكورة، مع ان المدرب ده ليه سي في قوي وليه حاجات كتير ملموسة، فاعرفوا ان هو يعني مش مشجع للكوره بقى، ممكن بيكون بيلعب شطرنج او بيلعب بينج بونج، دي هوايته المفضله. كانت الكلمه دي سبب من اسباب ان انا اعمل الحلقه النهارده دي واطلع بيها. والسبب الثاني وهو ان في بعض من جمهور نادي الزمالك او من جمهور الكوره عموما بيقولوا ان فيريرا اول ما خسر مثلا من اسوان او خسر من الفرق دي فبيقولوا عليه بقى المدرب ده ملوش علاقه بالكوره ومدرب تعبان وكل الكلام ده اللي انتوا عارفينه ده. اولا نبدا الحلقه بقى. انا حابب وقعه الزمالك دلوقتي، والوقعه دي والازمه اللي الزمالك بيمر بيها حاليا هتتحول لثقه كبيره جدا مع اول بطوله الزمالك ياخدها، ان كانت كاس او دوري او سوبر. المدرب ده هو ليه الفضل في كل حاجه موجوده حاليا في الزمالك، ولولا كان الزمالك ممكن يكون في انديه منتصف الجدول، لان تيم الزمالك الموسم اللي فات والموسم ده والله لا يأهله ان هو ينافس على اي بطوله، ولكن وجود المدرب خلاه انه ممكن ينافس على اي بطوله وممكن ياخد البطولات كلها. حاله الانهزام اللي احنا فيها دلوقتي دي والنادي الزمالك موجوده فيها، ومرتضى منصور اللي بيطلع يقعد يقولوا على القناه، والقناه اللي بتقعد تعمله في المدرب وبتقعد تعمله في اللعيبه، واللاعب ده مش عارف ده بيشرب ايه واللاعب ده عمل ايه كل الحاجات دي اصلا لو احنا في مناخ هادي كان الزمالك ممكن يفوز بافريقيا الموسم ده، واكد لكم على ذلك. وكان ممكن الزمالك يفوز بالدوري ثالث مره على التوالي، واكد لكم على ده. وكان ممكن ياخد السوبر وياخد كاس مصر، واكد لكم كل الحاجات دي. الزمالك لو كان ساب المدرب ده يشتغل كان ممكن الزمالك يكون في حته تانية الموسم ده، ولكن مرتضى منصور كان ليه راي اخر. يعني الزمالك حاليا يمتلك مدرب بدرجه بروفيسير وهو فيريرا، وقادر يحولك من اشباه اللعيبه الموجوده دي لعيبه كبيره وينافس لك بقى على البطولات. والله العظيم لولا الراجل ده ما كنا نعرف نعمل اي حاجه السنه دي ولا السنه الجايه اصلا. يعني انت عندك انصاف اللعيبه الموجوده عندك زي رؤى وزي سامسون وزي عمرو السيسي. مش هو ده. اللاعب ده حلو. اللاعب ده حلو، بهزر يا جدعان. عمرو السيسي لاعب جميل وبتاع. انا مش خايف والله، انتوا فاكرين انا مش خايف، بس ملناش دعوه ابن عمرو السيسي معاه حصانه. بس هنتكلم عن رؤى وسامسون. يعني انت عندك اللعيبه دي ما ينفوش على بطوله، المفروض اللي هم بيلعبوا اساسيين يعني. وعندك كمان لعيبه في الدفاع مثلا زي الزنار ده لسه جاي ولسه مش واخد على اجواء، زي كمان اللي هو مش صفقه سوبر يعني اللي انت هتعتمد عليه في الوقت زي ده. تاني حاجة انت ما عندكش الباك اليمين الجامد. انت كل ده بتنافس حمدي النقاز وكل اللعيبه الموجوده دي، وطلع لك بعد كده بقى ايه، طلع لك من الناشئين لعيبه زي نيمار ولعيبه زي ابن اسامه نبيه. دلوقتي انت بتعتمد عليهم اساسيين، فانت حاجه زي كده انت لازم تحطها في الحسبان. يعني الصفقات اللي انت كنت هتجيبها والصفقات اللي انت جبتها الفشخ على حد تعبير يعني رئيس النادي كلها فشلت فشل ذريع، ان كان الوردي او ان كان سامسونج او كان عمرو بيه السيسي او ان كان كل اللعيبه الموجوده. المهاجم اللي جاله اسمه يوسف حسن لسه ما شفناهوش اصلا، ونضاي قاعد مصاب بقاله سنه. فكل اللعيبه دي اصلا ما ضافتش شيء جديد لفريرا اصلا او للمدرب. الحاجه المضيئه في الزمالك حاليا والله العظيم هي البروف. والله الراجل ده لو مش موجود انا كنت اكد لكم ان احنا هنكون في منتصف الجدول. انت الزمالك السنه اللي فاتت انت كنت خارج من احلال وتجديد، وكل النجوم بتاعتك مشيت زي ساسي وطارق حامد ومصطفى محمد وكل اللعيبه الكبيره دي مشيوا، وانت داخل اصلا الموسم هتنافس على مين؟ هتنافس بمين اصلا؟ انت هتنافس بزيزو ماشي، عندك زيزو، عندك مين بقى؟ ولا اي حاجه. الونش في الدفاع تمام ومصاب الموسم ده. فانتوا يا جدعان لازم تصبروا شويه. يعني المدرب ده عمل لك من الفسيخ شربات الموسم اللي فات وعمل لك اداء جبار، وانت ما كنتش هتعرف تاخد اي بطوله
لو كان اي مدرب تاني كان موجود ما عدا البروف والله ما كنت هتعرف تجيب. كنت هتاخد ايه يعني؟ قول لي انت كنت هتاخد ايه؟ كنت هتاخد دوري؟ مستحيل. كنت هتاخد كاس وتكسب الاهلي اللي كان عنده استقرار اداري وفني اللي كان موجود المدير الفني اللي عنده ده، واصلا الاهلي ما بيمشيش لعيبه او ما بيمشيش المدرب على طول. كنت هتعمل ايه الموسم اللي فات؟ كنت هتجيب مثلا محمد صلاح مدير فني مؤقت ونقعد بيه طول الموسم، كنتش هتعمل اي حاجه برضه. عزيزي الزملكاوي انت لازم ترجع قبل وبعد البروف، يعني لازم ترجع مثلا 2015 ترجع قبليها وتشوف البروف لما جالك انت كنت فين وبقيت فين. البروف فيه معظم اللعيبه او معظم اللعيبه اللي طلعوا بعد كده قالوا لك ان البروف علمنا الكوره من اول وجديد. يعني حتى كمان احمد عيد عبد الملك طلع له تصريح النهارده، او تصريح يعني قديم بس شفته النهارده، كان بيقول لك ايه، احمد عيد عبد الملك كان عنده حاجه و30 سنه والبروف جاي بيعدل له الوقفه بتاعته في الملعب وبيقول له انت ازاي تستلم. فاحمد عيد عبد الملك قال له انت جاي تعلمني الكوره بعد ما انا هعتزل يعني؟ انا جيت لك كده في الوقت الضايع خلاص يعني، فاهم؟ فراجل انتوا فاهمين الراجل ده وصل ليه؟ حماده طلبه راح منتخب مصر مع الزمالك. حماده طلبه اللي هو فنيا مش احسن، مش الجبار او كده، راح منتخب مصر مع نادي الزمالك. حماده طلبه اللي هو مركزه انا لحد دلوقتي ما اعرفش مركزه كان ايه، بس هو كان بيلعب باك شمال في فترتنا بس. هو يعني انا ما اعرفش هو كان بيلعب ايه والله العظيم بجد، ومش تريقه وكل حاجه، بس الراجل ده لعب باك شمال راح منتخب مصر مع كوبر، وكان نقطه وكان سبب اساسي ورئيسي في اننا نصعد كاس عالم ونصعد افريقيا. انتوا فاكرين الحاجات دي؟ الحاجات دي ما تتنسيش. واحد صنعك من لاعب خلى لك لاعب كبير وبيلعب في منتخب مصر، صعد لك نيمار وصعد لك ده وصعد لك ده وكل الناشئين الموجوده دلوقتي، وحسام عبد المجيد اللي هيروح منتخب مصر هو ونيمار وهو وابن اسامه نبيه. فانتوا بتنتقدوا مين يا جدعان؟ لازم في الانتقاد نكون عاقلين شويه. انت مش هتنتقد اي حد وخلاص، الراجل ده لو راح مش هتعرف تجيب زيه. يعني حتى كمان بالدماغ كده افتكر كل المدربين العفش اللي جولنا زي ميتش وايهاب جلال اللي طلعنا من افريقيا في الدور 16 ودانا الكونفدراليه والحاجات دي كلها. افتكروا الحاجات دي. شوف محمد صلاح اللي جالنا وكان بيعملوا ايه في النادي. شوف كل المدربين اللي على مر تاريخ نادي الزمالك من 2010 ايه، من 2005 لحد 2015 لحد ما جالنا البروف، وبعد 2015 بعد ما مشي البروف جالنا الوحيد اللي هو كان نقطه مضيئه هو جروس. مين اللي جالنا تاني كان حلو؟ المدرب انت ما بتلاقوش الا في كل 20 سنه مره مدرب حلو بيدخل الزمالك، لان احنا اصلا ما بنجيبش مدربين كويسين. المدرب الكويس حتى كمان انت فتره الزمالك اللي انت بتتكلم عليها 2015 اللي خدنا فيها الدوري، انت في الفتره دي انت ماشي يجي 20 مدرب، انت عينت في الفتره دي لوحدك 20 مدرب. احنا عايزين نرجع للحاجات دي تاني يا جدعان. واحد زي ده حتى يا عم لو طلعت موسم صفر السنه دي قسما بالله تدعمه الموسم الجاي، والله العظيم تدعمه الموسم الجاي. في وسط الاجواء المحيطه بالزمالك دلوقتي ومجلس الاداره اللي عمال ينتقد المدرب وينتقد اللعيبه ويطلع لك اللعيبه دي وحشين، وقناه النادي اللي عماله تهاجم لك في اللعيبه واسمه ايه محمد اسمه ايه ده اللي هو صاحب مرتضى منصور قاعد بيقول لك على ده هطلع لك السي في بتاعك، طلع لك نفس حكايه مرتضى منصور مع اصحاب اصلا، عايز يطلع اي طيار فيطلع نفس عيد مرتضى منصور. طلع بيقول لك انا هطلع لك السي في بتاعك واوريك بقى انت كنت فين، ها كنت فين، واسمها مديحه مش عارف اسمها ايه، ها ارجع لك الحاجات. انا بص هتجنن والله العظيم ازيك زمانك خلاص. انك تجيب مدرب كويس للزمالك ويرضى يجي لك ويرضى يجي الدوري المصري، فده شيء صعب. فالمعجزه تحصل، ولما يجي لك مدرب بروفيسير والمعجزه تحصل لك تقول لا المدرب ده مش حلو، انا مش عاجبني المدرب ده، لا. والمعجزه التانية تحصل لك ان هو يجي ويدربك انت كزمالك مثلا، انت اصلا ما عندكش فلوس ولا عندك موارد، بس عندك لعيبه وعندك جمهور بالملايين، بس ما عندكش الموارد ما عندكش الفلوس. احنا كحيانين يا محمد، انت لازم تعترف بكده. احنا في عهد مرتضى منصور او غيره ايام ممدوح عباس الله لا يعودهم الاثنين ما كناش النادي الجبار اللي معاه فلوس. جه مرتضى منصور وبتاع معانا فلوس شويه، بس هو نادي الزمالك المفروض يكون معاه فلوس اصلا، يعني دي حاجه حتى كمان اللعيبه كويسه. مرتضى منصور مش هيجب علينا،
اللعيبه الكويسه دي جت وهتيجي، وجت قبل مرتضى وهتيجي بعد مرتضى، ومرتضى مش هو اللي جاب كل حاجه يعني. مش عارف كل حاجه اروح نتكلم عن مرتضى بس انا زهقت من الراجل ده والله بجد. حاجه تجيب صداع والله، والله العظيم مش عارف امتى هيمشي، امتى ده زهق. لا وبعد كل الحاجات دي والمدرب اللي عمله لك طوال السنين اللي فاتت، وتيجي بكل سذاجه كده عايز بتقول عليها هجاص، المدرب ده ما بيفهمش حاجه. عزيزي الزملكاوي، انت تعرف اغنيه الشبشب اللي ضاع ده؟ عارفها؟ ماشي اكيد عارفها يعني. وانت كمان يا زعيم انت غلطان، يعني انت غلطان ان انت بتاخد راي ناس في الاعلام، الناس دول مش مؤهلين ان هم اصلا يقيموا اي لاعب كوره او اي حاجه في الحياه. انت بتاخد رايك من مين؟ مثلا قناه الزمالك او قناه الاهلي؟ انت كواحد مثلا، ما بكلمش بقى اهلاوي او زملكاوي، بكلمك انت كشخص، انت بتاخد رايك من مين؟ اعلام؟ انت بتبني رايك او معتقداتك او فكرك او اللي انت شايفه على اعلام؟ يعني انت بتمسح اللي انت شايفه، اللي انا شايفه في الماتش، اللاعب الراجل ده عمل الموسم اللي فات كويس، والموسم ده مادى اداء كويس اهو، بس في تعثرات او في حاجه، فانت بتمحي كل الكلام ده بتقول عليها هجاص عشان مهيب عبهادي قال عليها هجاص، او المدرب او الاعلاميين اللي موجودين في القنوات دلوقتي، ان كانت قناه اهلي او قناه الزمالك. قناه الزمالك اللي هي بيطلع عليها اسمه اخو صاحب مرتضى منصور، اللي بيطلع يقول لك على اللاعب ده مش عارف ايه، واللاعب ده وزيك كمان بتاخد رايك من خالد الغندور. يا جدعان ما انتوا ما تاخدوش رايكم من الناس دي، مع احترام يعني، مع احترامي الكامل لكل الناس دي، بس انت كشخص انت فين شخصيتك؟ فين شخصيتك اللي انت شايفه بعينك ان الراجل ده عمل المستحيل، وانت برضو بعد ما عمل المستحيل بتقول لا ده هجاص بكل قطع كده؟ انت بتقول ما بيفهمش حاجه يعني. حتى كمان يعني انا مش عارف اتكلم على القناه، الحلقه دي على القناه لان انا خلاص قضيتها يا جدعان والله. حتى كمان الكابتن طارق يحيى او كل المدربين اللي قالوا على المدرب ده ما بيفهمش حاجه، كل الناس المحللين الموجودين دلوقتي في القنوات واسامي كبيره وبيقعدوا كده ولابسين جرافطات ولابسين بدل بيقعدوا يعدلوها كل شويه وكده، الناس دول اول ما كانوا في التدريب ما شفنا لهمش حاجه يعني. شفنا لهمش بطوله، ما جابوش بطوله مع اي نادي راحوه. ان كان بقى ان كان دلوقتي موجودين في قناه النادي الاهلي او قناه نادي الزمالك، قناه نادي الزمالك يعني موجودين اعلاميين كتير دربوا في انديه ودربوا الزمالك شخصيا وما جابوش حاجه. في البطوله اللي انت خدتها، في البطوله اللي انت تقدر اصلا تتكلم على واحد زي ده، واحد زي ده درب في اوروبا ودرب في البرتغال ودرب فين وفين وفين، وانت جاي تقول كده بكل حاجه ده هجاصه ما بيفهمش حاجه وانت رميتها كده وخلاص. انت فين سي فيك التدريبي عشان اقعد اقول والله العظيم الراجل ده بيفهم او عمل 1 2 3 والكلام ده مؤكد او كلامك هعتمده يا عم؟ فين اللي انت عملته؟ ما انت ما تجيش تقيم لي واحد وانت اصلا ما عملتش حاجه يعني. انت دخلت مهنه التدريب وضربت فرق كبيره وضربت الزمالك وكل حاجه وما خدتش حاجه يعني. انت في الاول والاخر صفر. وحتى كمان كلامك اللي انت هتقوله الناس اللي هتفهم هتقول لا ده اصلا ما عملش حاجه في التدريب يعني. الراجل ما بيفهمش في التدريب، ازاي اقيم راجل زي ده؟ حاجه بالعقل يعني. واحد زي مهيب عبهادي بقى، نتكلم بقى شويه عن مهيب عبهادي ده. واحد زي مهيب عبهادي طلع وقال لك وانتقد البروف وقال لك انا سحبت منه لقب البروفيسير عشان نتعادل مع اسوان او خسر من اسوان. يا اخي مهيب عبهادي عزيزي مهيب عبهادي، انت كل تاريخك الكروي وكل الحاجات اللي انت فيها دي والجرافطات الشيك اللي انت بتقعد تعملها واللقاءاتك وكل الحاجات دي، كل تاريخك الكروي متلخص في ضربة المحمدي ليك في الكوره بالملعب وانت قاعد بتعمل لقاء. كل ده تاريخك الكروي، دي علاقتك بالكوره، ان الكوره جت في وشك. مالكش علاقه تانية بالكوره غير ان المحمدي عملوا فيك او كل اللعيبه بتعملوا فيك. معسكرات المنتخب تعمل بقى انصاحبهم وبتاع يروحوا ضاربينك مش عارف، ده علاقتك بالكوره. فانت ما تعمليش فيها كروي وما تعمليش فيها فهم في الكوره، فانسى الحته دي، انسى الحته دي، لانك انت اصلا اعلامي ولا مهني ولا اي حاجه خالص يعني. انت بتطلع عايز تعمل ترند وعايز تعمل شهره وعايز تعمل بروباجندا اعلاميه وتعمل ضربه هنا عشان يبان اسم مهيب عبهادي يتقال، لكن انت في الاعلام والله اعلامي ايه اللي انت اصلا قاعد بتعمله؟ ولا عندك اللباقه ولا بتعرف تتكلم انجليزي. شفت لك لقاء النهارده مش عارف تتكلم انجليزي. المفروض اصلا راجل في اعلام يكون راجل مثقف وفاهم انجليزي وبيتكلم عادي يعني، هتتحط اصلا في المواقف دي. وازاي اصلا واحد خارج اعلام ما بيعرفش يتكلم انجليزي؟ نتكلم شويه بقى على فيريرا وان الناس تنتقده ولا لا. انا ما عنديش اعتراض ان الناس تنتقده،
بس انتقاده يكون في محله شويه، او انتقاد يكون هادي شويه، ان الراجل ده ما لعبش كذا عشان كذا مش عارف ايه كل الحاجات دي. لكن انت تطلع تقول عليها هجاص كده، فانت ما ينفعش اصلا يبقى لك علاقه بالكوره. تروح بقى تشجع بينج بونج، تشجع بيلي مسافات بعيده، لكن مالكش دعوه بالكوره. لو انت قلت على اي مدرب هجاص او مدرب عمل انجازات كبيره عليه هجاص. البروف في اوروبا ملقبينه بايه؟ البروفيسير، مش احنا، مش نادي الزمالك او جمهور نادي الزمالك او واحد صاحب فيريرا قال له كده. الراجل ده ليه انجازات كبيره في التدريب وطور في الكوره، واستاذ في جامعه في البرتغال. يعني ده استاذ جامعي ومحاضر من اكبر المحاضرين الموجودين في اوروبا كلها. اول مدرب في العالم اللي استخدم الكوره في التمرينات البدنيه، وده كان اول واحد. وبعد كده بقت نهج تدريبي في الكوره الحديثه دلوقتي. يعني الراجل ده عمل كتير للكوره، او عمل حاجه للكوره. كل الناس اللي بتتكلم دي ما ضافتش لاي حاجه للكوره بجنيه اصلا. فالراجل اللي انتوا بتتكلموا عليه ده راجل ضاف للكوره وعمل حاجات كبيره جدا في الكوره الحديثه. زائد كمان هو طلع مدربين كتيره جدا من تحت ايده، ومدربين عظام وموجودين دلوقتي في اوروبا وخدوا شامبيونز ليج، ومدربين مشهوره جدا. زائد كمان كل المدربين اللي طلعهم اللي طلعوا من البرتغال في اخر فتره، في ال 20 سنه اللي فاتوا او ال 30 سنه اللي فاتوا او ال 40 سنه اللي فاتوا، الراجل ده كان سبب رئيسي في ان هم يطلعوا. هو اللي حط المنهج اصلا، انت متخيل؟ هو اللي حط المنهج بتاع الحاجات دي كلها. هو اللي طلع الاساتذه زي كيروش وزي نونو سانتوس زي مورينيو وزي كل الناس دي، وزي بيسيرو اللاعب اللي كان بيدرب الاهلي في الفتره اللي فاتت، وزي روي فيتوريا اللي بيدرب المنتخب حاليا، وكيروش اللي بيدرب المنتخب الفتره اللي فاتت. يعني الراجل ده في اي حد برتغالي هتلاقي ليه بصمه عليه كده. اي راجل برتغالي هتلاقي ليه بصمه عليه. زي كمان البرتغاليين بشكل عام، او المدرسه البرتغاليه في التدريب كان ليها النصيب الاكبر في الشهره على مستوى التاريخ. يعني هم دول اللي طوروا في الكوره، او دول هم ليهم النصيب الاكبر في التدريب. في برضه المدرسه الهولنديه وبتاع، بس ايه كل الحاجات، بس كان اشهر مدرسه هي المدرسه البرتغاليه. البرتغال هم اشهر ناس دربوا في الكوره، دي لازم تاخدها كده. وبعد كل ده يا زعيم، يعني بعد الهمبكه كده، وكان استاذ في البرتغال وعمل حاجات كتيره في البرتغال وطور في الكوره وطلع مدربين كبيره من تحتيه، واستاذ في الجامعه وخد بطولات مع بورتو، ولا بطولات مع بورتو، وعمل ده وعمل ده وعمل ده. وكل ده انت تختزله في ماتش اسوان، او تطلع عليه كده وتقول هجاص؟ مفيش الكلام ده يا جدعان. يا جدعان ما انتوا لازم تفكروا شويه. هو انت هتطلع مثلا كل فتره تقعد تقول المدرب ده هجاص، المدرب ده ملوش فيها، والمدرب مش عارف ايه؟ هو انتوا ما بتشوفوش في الملعب؟ يعني ما بتشوفوش الحاجات اللي بتتعمل؟ ما بتشوفوش الحاجات؟ بتقيموه على اساس ايه؟ يعني انتوا بتقيموا المدربين على اساس ايه؟ الراجل قعد موسم نجح، عمل اكتساح في الموسم، وغلب الاهلي وعمل ومع بطل اسيا الهلال، راح لهم بالناشئين زي عبد المجيد وزي نيمار وزي ده وزي ده، طلع لهم الناشئين. زي كمان كان بيلعبهم بروقه. كل الحاجات دي قدر يسد قصاد الهلال، قدر يسد قصادهم 1-1 وخسر ضربات ترجيح. فانت في الضياع يعني. امال بقى لو خسر بنتيجه كبيره قصاد الهلال، ولو خسر بنتيجه كبيره قصاد الهلال ففرق امكانيات. انت راجل هناك عندهم 8 محترفين كانوا بيقابلوك بيهم، وانت بتلعب بروقه، وبعد كده تنزل له اوباما، وبعد كده تروح عامل له تغييره مفاجاه تروح نزل له نيمار، والتاني قاعد اصلا بيعمل لك باجاله وكل اللعيبه اللي عنده دي. يا جدعان انتوا في ايه يا جدعان؟ ما احنا لازم نفكر شويه. مدرب زي ده هنقول عليه هجاص وعايزينه يمشي؟ ومعظم الناس اللي عندي على الفيس انا بقيت بعمل حظر، ما بقتش خلاص بقى، انا زهقت. اي حد يقابلني المدرب ده المفروض يعمل كذا والمفروض يعمل كذا ومدرب هجاص، بلوك. اتزهقت خلاص، قضيت. احنا خلاص اتكلمنا عن كل الحاجات دي. انا مش عايز اتكلم تاني اصلا والله. فضلت صفحه خلاص تعبت. وانتوا يا جدعان لازم يعني حاجه بقى في الاخر، راي المعلق ده رايي الشخصي. مثلا لو قال على اللاعب ده حلو او اللاعب ده كويس او اللاعب ده يجي منه، فهو خلاص ده رايه الشخصي. ما تاخدش انت رايه الشخصي اللي هو بتاعه هو،
اللي هو تساله، بس ساله عشان معاه مايك. يعني انت الفرق بينك وبين ان هو معاه مايك وانت ما معكش مايك. انت هو اراءه بيقولها، لكن انت مش عارف تقول ارائك، او ما عندكش راي. بمعنى اصح انت بتبني رايك على راي الاخرين. الراجل ده قال اللاعب ده حلو، شوف اللاعب لقيته حلو، حلو، وحش قول له وحش، او انت قول من نفسك كده اللاعب ده لا وحش. نفس الكلام على المدربين. المدرب ده المعلق قال عليه حلو يبقى حلو، المعلق قال عليه حلو فانت لازم تفكر عشان تقول ده حلو ولا لا. المعلم قال عليه وحش، فانت تديله برضك للمدرب ده فرصه تقيمه فيها، وانت لازم يكون عندك راي. يعني انت رايك ما تاخدوش من الاعلام، ما تاخدوش من مهيب عبهادي يعني، ولا مهيب اسمه ايه، مهيب ايه، ما تاخدوش من الشخصيات دي يا جدعان. الناس دي في الكوره مش موجوده، لما بييجوا يتكلموا في الكوره مش موجودين. ما تاخدش رايك مثلا من الاعلاميين الموجودين دلوقتي، خد رايك من الناس الثقه، من الناس الثقه. زائد كمان ما تاخدش رايك من الناس الثقه وبس. يعني انا قلت لك مثلا البروف ده احسن مدرب في العالم، ما تاخدهاش كده. انا بقول لك ما تاخدهاش، انا بقول لك انا اهو بقول لك ما تاخدهاش كده. فكر شخصيتك انت بتحب ايه. انت ممكن مثلا ما بتميلش مثلا للمدرسه البرتغاليه، ممكن مثلا بتميل لمدرسه يوهان كرويف، اللعب على الارض والباصه والتيكي تاكا والحاجات دي. خلاص انت انت تمام. اهم حاجه انت ليك رايك بس كده يا زعيم. حلقتنا خلصت لحد هنا. لو عجبتك الحلقه، لا ما عجبتكش ايه، سلام يا اسطى. سلام يا اسطى، اعمل لايك وما تعملش براحتك. سلام يا زعيم.